كل يوم كلنا بناخد قرارات، هناكل ايه، هنشتري ايه، هنقضي وقتنا ازاي. الاختيارات دي من ابسط حاجة لأعقد حاجة. هي بالضبط علم الاقتصاد او جوهر علم الاقتصاد. ففي الشرح ده هنكتشف مع بعض المفهوم الاساسي اللي بيحرك كل قرار بناخده. فيلا بينا. موبايل جديد ولا هنسافر في اجازة، نخرج بالليل ولا نحوش الفلوس دي للمستقبل. كلنا بنتحط في مواقف زي دي، والحقيقة إنها مش مجرد قرارات يومية وخلاص، لأ دي نسخة مصغرة من مبدأ عالمي. كل اختيار بنعمله هو في الأصل عملية موازنة ليه، وده هو أساس كل حاجة هنتكلم فيها النهاردة بإذن الله. طيب، والقرارات دي مش بتخصنا احنا كأفراد بس؟ الموضوع أكبر من كده يا شباب، ده تحدي بيواجه كل إنسان وكل حكومة على كوكب الأرض. اتحاد الاقتصاديين بيسموه المشكلة الاقتصادية. وهنا بقى مربط الفرس. ببساطة شديدة، رغبتنا كبشر ملهاش آخر، لكن الموارد اللي في إيدينا عشان نحقق بيها الرغبات دي محدودة. فالصراع الدايم ده ما بين اللي عايزينه واللي نقدر عليه هو السبب أصلا في وجود علم بحاله اسمه علم الاقتصاد. خلونا نفكر فيها بالشكل ده. عندنا في كفة رغباتنا اللي ما بتخلص وبتزيد كل يوم، وفي الكفة التانية مواردنا المحدودة: وقت، فلوس، مواد خام، شد حبل. اللي بين القوتين دول هو بالضبط الكلى الاقتصادية. عشان نفهم المشكلة دي كويس قوي لازم نفصصها. خلونا نبدأ بالجزء الأول من المعادلة: طبيعة رغباتنا اللي شكلها كده ملهاش نهاية يا شباب. يا ترى ايه هو السر ورا اننا دايما عايزين اكتر؟ حاجتنا عمرها ما كانت ثابتة، لا دي بتتطور باستمرار. يعني اللي كان رفاهية امبارح ممكن جدا يكون ضرورة النهاردة. وفي حاجات بتتكرر زي الجوع اللي بيرجع كل يوم وكل وقت خلال اليوم، وحاجات تانية بتبقى جديدة خالص بتظهر مع كل اختراع جديد أو كل إعلان بنشوفه. وده اللي بيخلي قائمة رغباتنا الطول والطول بلا نهاية. أحسن مثال على كده هو الموبايل. زمان كان مجرد جهاز بنتكلم فيه، النهاردة يعتبر مركز حياتنا الرقمية كلها يا شباب. الرغبة نفسها مش بس اتغيرت، دي اتضخمت كمان، واتضخمت بشكل رهيب. ونفس النمط ده من التطور بنشوف حياة في كل حاجة حوالينا تقريبا. تمام كده، فهمنا جانب الرغبات اللي ملهاش حدود. لكن ماذا عن الجانب الثاني؟ ايه الجانب التاني من المعادلة دي؟ خلونا نتكلم عن الموارد المحدودة، يعني الإمكانيات اللي معانا عشان نشبع بيها رغباتنا دي. وهو اللي بيخلي حاجة معينة تعتبر مورد من وجهة نظر اقتصادية. عشان أي حاجة يكون ليها قيمة، عشان أي حاجة يكون ليها قيمة اقتصادية لازم يتوفر فيها 3 شروط: إن الحاجة دي تكون مفيدة، ولازم نقدر نستخدمها، والأهم من ده كله لازم تكون نادرة. كلمة نادرة دي هي مفتاح الموضوع كله. الندرة هي اللي بتحول أي حاجة عادية لمورد اقتصادي، وهي اللي بتخلق المشكلة من الأساس. المثال ده ممتاز: الهواء اللي بنتنفسه مفيد طبعا وبنقدر نستخدمه، لكنه مش نادر. الكمية الموجودة منه مكفية كل الناس وزيادة، فيعتبر كده مش نادر. وعشان كده مفيش مشكلة اقتصادية مرتبطة بيه. الندرة هي المكون السري، هي اللي بتدي الحاجة قيمة اقتصادية يا شباب. إذا احنا بنستخدم مواردنا النادرة دي عشان ننتج حاجات تشبه رغباتنا. الاقتصاديين بيسموا الحاجات دي السلع والخدمات. لكن زي ما هنشوف مش كل السلع زي بعضها، وفهمنا للأنواع المختلفة دي هيساعدنا نفهم خياراتنا بشكل أحسن. هنا بقى الفرق الجوهري في حاجة اسمها السلع الحرة، زي النور، زي الشمس، زي الهواء. دي موجودة بوفرة ومش محتاجة مجهود عشان ناخدها، فدي بره نطاق علم الاقتصاد. والنوع التاني هو السلع الاقتصادية، ودي هي اللي احنا عايزينها، زي الأكل، العربيات. دي نادرة ومحتاجة موارد عشان ننتجها، وعشان كده ليها تمن. وممكن كمان نقسم السلع حسب بنستخدمها في ايه. عندنا السلع الاستهلاكية، ودي بنشبه رغباتنا على طول زي قطعة البيتزا اللي بناكلها. والنوع التاني هو السلع الإنتاجية، زي الفرن بتاع الخباز أو بتاع الفرنة. ده اللي بنستخدمه بشكل مباشر لكنه أداة عشان ننتج بيه سلع تانية. علاقة السلع ببعضها مهمة يا شباب. في سلع بديلة يعني تقدر تحل محل بعضها زي الشاي والقهوة، وفي سلع متكاملة ودي لازم نستخدمها مع بعض عشان تدينا الفايدة، زي العربية والبنزين. ما ينفعش العربية تمشي من غير بنزين، والبنزين ملوش قيمة من غير ما هنستخدمه في العربية. وأخيرا بنفرق ما بين السلع الضرورية والكمالية من خلال الضروريات. فالضروريات دي اللي بنشبع حاجتنا الأساسية عشان نعيش، أما الكماليات فبتشبع رغبات مش ملحة قوي. والنقطة دي مهمة قوي،
هنا إن الخط اللي بيفصل بينهم مش ثابت، يعني اللي يعتبر كمالية لواحد ممكن يكون ضرورة لواحد تاني. كل ده بيعتمد على الدخل والثقافة والمجتمع. لغاية دلوقتي احنا بصينا على الرغبات اللي ما بتنتهيش والموارد المحدودة اللي بتأيدنا والسلع اللي بننتجها. دلوقتي جه الوقت عشان نجمع كل القطع دي مع بعضها عشان نشوف الصورة الكاملة ونفهم ايه هو بالضبط علم الاقتصاد. بالمناسبة التحليل ده مستند على المواد المقدمة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، فالاقتباس ده من المصدر بيلخص الحكاية كلها. فأتمنى يا شباب يكون حاجة مفيدة ليكوا وتوفقكوا بإذن الله. فعلم الاقتصاد ده يا شباب ما اتخلقش من فراغ، لا هو اتوجد مخصوص عشان يتعامل مع الصراع الأساسي، الصراع اللي بين اللي عايزينه واللي متاح لينا. ففي الآخر الموضوع كله بيرجع لحقيقة واحدة بسيطة: الندرة بتجبرنا نختار. وعلم الاقتصاد في جوهره هو ببساطة دراسة ازاي الناس والشركات والمجتمعات كلها بتاخد الاختيارات الصعبة دي كل يوم. ودلوقتي خلينا نرجع لحياتنا اليومية تاني. فكروا كده في آخر قرار اقتصادي أخدتوه النهاردة. قصتنا كاملة مجانية لشرح مادة الاقتصاد الجزئي، هتلاقوا فيها كل المحاضرات اللي قبل الميد ترم واللي بعد الميد ترم إن شاء الله، بأسئلة وشرح تفاعلي وتقدر تفهم منها، وكمان موجود فيها أسئلة وإجابات مخصصة للامتحان يا شباب. فتعالوا مع بعض نشوف المحاضرة الأولى اللي احنا لسه شارحينها من شوية، ولكن على السايت بتاعنا المجاني اللي تقدر تشاركوا مع أصحابك. بالمناسبة يا شباب انت تقدر تنضم للجروب مجانا لشرح المادة والمواد القادمة إن شاء الله. فاوعى تنسى تكون موجود في الجروب. ويلا بينا نبدأ. زي ما عرفنا تعريف علم الاقتصاد من شوية، انت هتستند لثلاث حاجات أساسية: إن هو سلوك إنساني بيتعامل مع المواد أو الموارد المحدودة ليه؟ عشان يحل المشكلة الاقتصادية. وفهمنا من شوية يعني ايه المشكلة الاقتصادية، إن الموارد بطبيعتها هي نسبية نادرة، وإن النتيجة الحتمية إن للأسف هنضحي ببعض الرغبات بتاعتنا. فعناصر المشكلة بتاعتنا عندنا حاجات متزايدة، احنا بنحتاج حاجات أكتر ما بيكون معانا موارد لتلبيتها، والموارد بتاعتنا بتكون محدودة. فدايما هتلاقي إن الميزان الخاص بالموارد والرغبات دايما بيصب ناحية إن أنت ما عندكش موارد كافية. أنت معاك 1000 جنيه فقط وعايز تشتري حاجات ب1400 جنيه، فهتلاقي مهما عملت ودوست على ال1000 برضه هتروح وتنزل على ب1400، وإن الميزان هيختل معاك. أنت بتبقى عايز مثلا تعزم صحابك، عايز تجيب طقم ملابس جديدة، عايز تجيب كتب ومراجع. الحاجات دي تكلفتها أكتر من المورد المالي اللي موجود عندك يا شباب اللي هو 1000 جنيه. فللأسف هنا بيحصل المشكلة أو المشكلة الاقتصادية اللي احنا بنتكلم عنها، إن الموارد بتاعتك بتكون أقل من الرغبات بتاعتك، أو اللي أنت بتكون محتاجه ما بتقدرش تلبيه عشان الموارد اللي موجودة عندك محدودة. طب في حاجة تانية إن نفهم يعني إيه الحاجات الإنسانية، عرفناها سوا مع بعض، ولكن تعالوا كده نلخصها سوا مع بعض. في حاجات فردية وفي حاجات جماعية. حاجات فردية اللي أنت عايز تاكل وعايز تلبس وعايز تشتري تليفون وعايز تعمل حاجة شخصية بيك أنت. حاجات جماعية إن يكون في أمن في الدولة أو في المكان اللي أنت موجود فيه، يكون في عدالة، يكون في إشباع عام للحاجات الجماعية دي. تمام يا شباب؟ إيه الخصائص بتاعة الحاجات أو الneeds دي يا شباب؟ بتكون 4 تحفظهم عشان الامتحان. هي قابلة للمقارنة، يعني أنت مثلًا معاك تليفون، فالتليفون ده ممكن يكون أعلى من التليفون بتاع واحد صاحبك أو العكس. دورية متجددة، يعني مثلًا زي بطارية الهاتف أنت ممكن تشحنها، وممكن لما تخلص تشحنها وممكن تغيرها. نسبية ومتفاوتة، يعني بتختلف في درجتها من شخص لآخر ومن زمان لمكان تاني. يعني العربية العادية مثلًا الفيت غير واحدة تاني لامبورجيني، غير واحدة تاني فيراري. ففي تفاوت ما بين الحاجات دي يا شباب، وإن هي متنوعة ومتزايدة. أنت معاك تليفون ماركة، صاحبك معاه ماركة تاني، صاحبك التالت معاه ماركة رابعة، وهكذا. فهي متنوعة ومتزايدة. عندنا الموارد اللي هي وسائل الإشباع بتاعتها أو وسائل الإشباع الخاصة بالموارد، إن يكون فيها منفعة زي ما قلنا وقابلة للاستخدام، ويبقى يكون فيها ندرة نسبية ودي اتكلمنا فيها من شوية. تمام يا شباب؟ الأشكال الموارد الاقتصادية سواء كانت سلع أو خدمات، فأنت هتلاقي كل اللي اتكلمنا فيه من شوية في الشرح هتلاقوه موجود عندكم في السايت بشكل أفضل، وتقدر ترجع له في أي وقت قبل الامتحان بإذن الله.
وتقدر كمان في آخر السايت هتلاقي فيه زي امتحان باسألك مجموعة من الأسئلة تقدر تجاوب عليها. هنا بيقول لك ما هو التعريف العلم الاقتصادي يا شباب؟ تقدر تشوف الإجابة بتاعته إن هو علم يدرس السلوك الإنساني في سعيه لإشباع الحاجات المتعددة من الموارد المحدودة. هنا باجيب لك الإجابة، حاول ما تشوفش الإجابة غير لمّا تحل وتجاوب بنفسك. فعامل لك مجموعة من الأسئلة كتيرة جدًا تقدر تراجع فيها يا شباب، و تكون يعتبر حاجة ليك قبل الامتحان بإذن الله تأكد على الفهم بتاعك والحفظ بتاعك للمادة. فما تنساش تدخل على السايت، تدخل على الجروب، تشترك إن شاء الله تكون موجود، الاشتراك مجاني، وتنشر المحاضرة بتاعتنا. وبالتوفيق، ومستنيكم إن شاء الله في المحاضرة التانية. بالتوفيق.